دلوقتي هنعمل حاجة جديدة، تاج جديدة. كل شوية هنتعلم تاجز مختلفة. في الأول كده بنحسها إنها حفظ شوية، وبعدين هنبدأ إن احنا نجمع كل حاجة. مش مهندسة، أنا معاكم مش مهندسة سارة عثمان، وهبدأ دلوقتي نكمل على اللي احنا أخدناه السيشن اللي فاتت. طيب احنا عايزين دلوقتي إن احنا نعمل لينكات. نعمل ازاي لينكات؟ نعمل بس نيو فايل كده عشان نلاقي حاجة نروح لها ونلاقي حاجة تجيلها. هنربط الصفحات ببعض عن طريق اللينكس، لينكينج، عن طريق تاج اسمه anchor، وهنكتبه دلوقتي وهنشوفه مع بعض. دلوقتي ممكن نكتب مثلا كلمة وليكن portfolio dot html. تمام، دي تاني بيج معايا. نفس الفكرة عشان احنا في HTML5 فيرجن محترمة، فهنعمل shift وادانا كل حاجة، مفيش أي مشكلة. طيب أنا هسمي التايتل بتاعي portfolio. تمام. والبادي هنا مثلا هقول له welcome. خليها ايه؟ طبعا مش هقدر اكتبها بالمنظر ده، هنكتبها ايه؟ في heading H1 مثلا، وهروح كاتبة welcome. welcome to my portfolio. تمام. بس خلاص، شكرا، مش عايزة أكتر من كده خالص خالص خالص. طيب عايزين نبدأ نعمل لينكات. يلا بينا. الأول ماشي خلاص قشطة. كده نبدأ نعمل لينكات. بسم الله. أول حاجة هبدأ تاج جديدة خالص، وأروح كاتبة كده. دايما الكومنتس دي شيء أساسي. تمام. اللي هو تاب بتاعة الانكر. طيب اللي هي ايه؟ اللي هي الايه؟ وايه بتتقفل؟ بتتقفل. تعمل بقى لينكات داخلية وخارجية بالنسبة للصفحات. تمام، أساسية جدا. تمام، سلاش ايه. تمام، بتتقفل عادي جدا، مفيش أي مشكلة. وهنعمل تاسك كده صغيرة تجمع لنا بين الاتنين. طيب أنا دلوقتي عايزة أعمل تاب لينك بين اللي أنا كتبته ده. عايزة أعمل لينك. هفتح له تاب الأنكر كده. تمام. طيب احنا زي ما احنا اتفقنا، التاج مع نفسه كده ولوحده ملوش اي لازمه. لازم يكون بلينك، لازم قصدي سوري باتريبيوت. ايه بقى الاتريبيوت اللي نحطه بالنسبه للانكر؟ طبعا هنحفظها، اللي هي href. زيها زي alt، زيها زي source في الايمج. تمام. طيب انا هنا عايز احط لينك هنا بالنسبه لمين؟ اكتبه بالنسبه لمين؟ عايزاه يلينك على مين؟ انا دلوقتي في صفحة الاندكس، عايزاه يروح للبروفايل او بورتفوليو. هعملها ازاي؟ ولا اي حاجة. خلاص انا كده هروح للبورتفوليو. طب ينفع اروح لها كده من غير اي كلمة ادوس عليها؟ مش هينفع، ما هو لازم حاجة ادوس عليها. طب زي ايه؟ لازم نكتب كلمة بورتفوليو. بورتفوليو. تمام. عشان اقدر ادوس على الكلمة تظهر لي واقدر ادوس عليها. نيجي نشوف. اهو ايه اللي حصل. هنا لقيت كلمة بورتفوليو ظاهرة تحتها خط، واقدر ان انا اروح لها. راحت لي بيج اسمها ايه؟ بورتفوليو. وقال لي welcome to my portfolio. تمام. لحظة كده نشير تاني. تمام. ده اللي حصل بالظبط. كده اتنقلت البورتفوليو من غير اي مجهود. طيب ايه اللي انا عايزة اتكلم عليه تاني؟ عايزة اتكلم على فكرة. انا دلوقتي عايزة اعمل عايزة اخلي الصفحة اللي انا فيها زي ما هي، ويعمل لي نيو تاب. ده ممكن اقدر اعمله. اقدر اعمله بمنتهى البساطة. بس انا دلوقتي مش عايزة نفس الايه، مش عايزة نفس التاب دي. عايزاها باسم جديد مثلا. مش مشكلة، نفس الصفحة ممكن نضيف صفحات زي ما احنا عايزين، بس احنا فهمنا الفكرة.
بس هي الفكرة عايزين نعمل حاجة جديدة. طيب، عايزة احط اتريبيوت جديد. الاتريبيوت الجديد اللي انا بتكلم عنه ان انا عايزة اعمله نيو تاب. طب اعمل نيو تاب ازاي؟ انا مش عارفة. بستخدم اتريبيوت اسمه underscore blank target blank. تمام. فهعملها ازاي؟ بستخدم اتريبيوت اسمه target. تمام، target وبلانك دي تديني نيو تاب. نكتب كومنت لازم. اللي انا بقول ايه؟ attribute target بخليه طبعا equal كده underscore blank. بتبقى المنظر ده بالظبط. طبعا هي بتتكتب بشكل تلقائي، احنا مش محتاجين حاجة. احنا في فيرجن حديثة. بس الفكرة ان احنا بس عشان ايه؟ فكرة الشرح وكده. طيب انا دلوقتي وقفت عند فكرة بورتفوليو HTML وهكذا. طب انا عايزاها تطلع في تارجت بلانك او نيو بيج او نيو تاب. اعمل ده ازاي؟ ولا اي حاجة، سهلة جدا. هعمل ايه؟ اقول له تارجت لو سمحت، هو على طول هيعمل لي بلانك. تمام. بس وهيتفتح لي في نيو تاب. طب نيجي نشوف تارجت بلانك دي عملت ايه. يلا بينا. اهي، نعمل ريفرشنج بورتفوليو، لقيناها طلعت اهي. نيجي نشوف دي الدوكيمنت. هي ايه اللي دوكيمنت؟ اللي هي الاندكس. تمام. سوري، هي مش دي. انا بس مش شايفاها. هي بورتفوليو اللي تحت، سوري. شايفين طلعت؟ ها، بنفس النيو تاب الدوكيمنت اهي، والنيو تاب التانية اهي. طيب، نغير بس اسمها عشان ما نحصلش لخبطة. ممكن نقول مثلا وليكن سارة اسمي مثلا، عشان تبقى بشكل جديد يعني. كده ندوس على كلمة سارة هتظهر لنا على طول. نيجي نشوف مرة تانية. index دي المين بيج. بورتفوليو أنا حطيتها فوق هي، اللي هي مش من غير نيو تاب ولا حاجة. طب سارة اللي تحت هتديني نيو تاب، وممكن تديني نفس البيج أو ممكن نعملها بيج جديدة. دي مفيهاش لخبطة، البيج مش مشكلة يعني. ما نعملها دلوقتي. أهم حاجة الفكرة في كلمة تارجت، إن أنا يعني كلمة تارجت بلانك. تمام، إن أنا بعمل بيها إيه؟ نيو تاب. ممكن نكتب جنبها كده نيو تاب. زي الفل. ايه اللي انا عايزه اعمله تاني؟ انا عايزه اخلي الصوره تلينك هي بقى. ان انا لما ادوس على صوره، هي يبقى اللينك اول ما ادوس عليها تديني صفحه بورتفوليو. طب دي اعملها ازاي؟ ولا اي حاجه، بسيطه جدا. انا دلوقتي عندي الانكر تاب، وعارفه ازاي بعرف احط ايمج. باجي بمنتهى البساطه اروح نازله كده. هنعملها بحاجات جديده. انا كده هعمل ايه؟ image with linking to another page. to another page. طيب، هعملها ازاي دي؟ ولا اي حاجة اهو. anchor tab عادية جدا. طيب الانكر تاب العادية جدا بعمل فيها ايه؟ الانكر تاب هروح مديها href. تمام. طيب، هديها ايه؟ نفس الفكرة. انا مش عايزة اي حاجة جديدة. انا عايزة نفس الصفحة يعني، او البورتفوليو HTML وهكذا. كده احنا هنعمل linking للبورتفوليو HTML. بين التاج دي بقى نروح حاطين image. حتى هو قراءة يعني. انا عايزة اعمل ايه؟ image واكتب src source. تمام. طيب اكتب ايه في السورس؟ قال لي اهو dash images، واحط نفس البارت، واكتب كلمة alt. نفس الفكرة خالص، لان انا مش محتاجة ان انا اغير اي حاجة يعني. اكتب له مثلا learning، او ممكن نخليها اسم جديد مش هتفرق. collaboration مثلا. collaboration. بس خلاص، وهنقفلها مفيش أي مشكلة.
كده احنا قفلنا وهنعمل لينكينج. طيب نشوف بقى ايه الريزلت بتاعتنا. اه ايه ده، انا لقيت الاتنين موجودين، الصورتين موجودين. بس لو جيت دوست على دي مش مدياني اي حاجة. طب لو جيت دوست على دي هتديني صفحة البورتفوليو. احنا كده عملنا لينكينج ما بين التو بيجز، عملنا لينكينج بالصورة، عملنا لينكينج خارجي وداخلي. تمام. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله السيشن الجاي.